السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين وحشين جدا ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. طبعا يا عزيزي المشاهد، في الفيديوهات اللي فاتت عملت حلقه عن اسعار السلع الغذائيه هنا في المانيا، والصراحه في ناس كتير جدا عجبها الفكره ديت وطلبوا مني كمان نعمل لهم جزء تاني ولكن عن اسعار الاجهزه الكهربائيه وكمان التليفونات هنا في المانيا. فحلقه النهارده هتكون عن اسعار الاجهزه الكهربائيه والتليفونات كمان، فما تنسوش بقى اللايك بتاعكم الحلو ده والكومنت، ويلا بينا. خلينا نبقى عارفين ان راتب الموظف هنا لو هو ما عندوش شهادات دراسيه او تدريب مهني فراتبه بيكون شهريا من 1500 لحد 1600، وفي كمان بعض الاماكن ممكن تشتغل فيها وبعض المجالات بيجي لك منها 1200 او 1300 يورو شهريا. طبعا دلوقتي رحت على واحد من اشهر المحلات اللي بتبيع الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده هنا في المانيا، وكمان له فروع في جميع انحاء اوروبا، والحلو كمان فيه انه كبير جدا وهتلاقي كل حاجه انت ممكن تعوزها هنا. خلينا نبدا هنا بالتليفونات. ده ايفون 15 بلس، وطبعا اسعارها هتختلف من الجيجا بايت اللي انت عايز تشتريها. هنا السعر بتاعه مثلا عامل ال 128 جيجا بايت سعرهم عامل 1019 يورو، انما لو اخترت بقى 256 جيجا بايت هتلاقي سعره عامل 1149 يورو، وال 512 جيجا بايت هتلاقي سعرها 1399 يورو. ولما تيجي بقى ده طبعا الايفون 15 برو العادي واللي هو حجمه ما شاء الله صغير جدا، هتلاقي طبعا سعره هنا عامل برضو ال 128 جيجا بايت 1119 يورو، وال 256 جيجا بايت عاملين 1249 يورو، وال 512 جيجا بايت عاملين 1499 يورو، والتيرا بايت عاملين 1739 يورو. يعني غالي جدا الصراحه التيرا بايت. هنيجي بقى عند الايفون 15 برو ماكس. طبعا ده احلى ايفون نزل والاحدث، حسيت ان كاميرته هي اجمل حاجه. سعره هنا عامل 1359 يورو، وطبعا هو عامل 256 جيجا بايت، ولو اخترنا 512 جيجا بايت هو عامل 1599 يورو، والتيرا بايت عاملين 1849 يورو. وهنا بقى طبعا الايفون 13 العادي، طبعا مش هينفع اشيله واوريكم اللون من ورا، هتزمر البتاع ديت. فسعره هنا عامل ايفون 13 ال 128 جيجا بايت 669 يورو، وال 256 جيجا بايت عاملين 779 يورو 99 سنت، وال 512 جيجا بايت عاملين 1019 يورو. نيجي بقى هنا للتليفونات اللي هتلاقي اسعارها بسيطه جدا. عندكم النوكيا هنا من ايام جدي فرعون، طبعا هو مش شغال فاصل شحن شكله، سعره عامل 22 يورو 99 سنت. وعندكم هنا السونو اكسبيريا سعره عامل برضو فاصل شحن، سعره عامل 379 يورو، طبعا هو على التخفيضات ولكن سعره الاصل 449 يورو. وعندكم هنا النوت 12 سعره عامل 349 يورو. وعندكم هنا السامسونج جالاكسي 23 سعره عامل 754 يورو. نيجي بقى عند الأجهزة الكهربائية. هنا طبعا المكنسة، عندكم هنا المكنسة بيبدأ سعرها من 143 يورو. لو جينا بقى عند المكنسة الكهربائية الأحدث فعندكم هنا أحدث حاجة بيبدأ سعرها من 299 يورو، ما يزودوا سنت وتبقى 300 يورو وخلاص. نيجي بقى عند عشاق كل البشر، وطبعا مكنه القهوه. عندكم بقى مكنه القهوه هنا، وده اغلى حاجه الصراحه بشوفه هنا في المانيا. مكنه القهوه فيليبس بتبدا من 399 يورو، وهتلاقي هنا ماركات كتير جدا مختلفه وبتكون اغلى بكتير. عندكم مكنه القهوه ديت على علم ايطاليا، شكلها ماركه ايطاليه، سعرها عامل 1111 يورو. وفي برضو هنا مكن قهوه وهتلاقي اسعاره رخيصه برضو ومناسبه. عندكم هنا بتبدا اقل مكنه قهوه من سعر 69 يورو، خلينا نقول 70 يورو، وبعد كده انا هزود سنت يا جماعه. وهنا بقى كل الغسالات. هنا ال جي غساله ال جي شكلها ما شاء الله حديث وجميله جدا، الباب بتاعها كبير، سعرها عامل 1739 يورو ونازله من 2199 يورو. عندكم هنا بقى السامسونج ان شاء الله برضو شكلها حلو، ارخص من التانية بكتير، سعرها الاصلي عامل 1449 يورو، وهنا نازله على العرض عامله 629 يورو 99 سنت، يعني 630 يورو. وهنا بقى الرف اللي موجود فيه جميع انواع المكاوي. عندكم المكوه العاديه اللي ما بيجيش معاها بتاعه البخار، برضو ماركه فيليبس، سعرها عامل 90 يورو، هزود سنت عشان تبقى 90 يورو. عندكم برضو في ماركات هنا مختلفه سعرها عامل 105 يورو، وهنا طبعا هنزود السنت 99 يورو، نزود سنت عشان خاطر يبقى 105 يورو. وهنا المكوه طبعا بتحط الماء عشان خاطر تعمل بخار، سعرها عامل 100 يورو.
وهنا بقى جميع انواع التلاجات الكبيره والصغيره. التلاجه هنا ما شاء الله حجمها كبير، بيجي معاها فريزر تحت، تلاجه فوق. ال جي سعرها عامل 649 يورو، مفيش 99 سنت، ونازله من 1199 يورو. لو انت حبيت تاخد تلاجة سامسونج، وما شاء الله شكلها تحس ان تلاجتين جنب بعض، ولكن يا جماعة هي تلاجة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. حجمها ما شاء الله كبير جدا، وسعرها عامل 1499 يورو، وطبعا نازلة من 2049 يورو. وفي عندهم كمان هنا قطعة اللانشون او اللحمة، الصراحة معرفش اسمها ايه. فسعر الواحدة هنا بيبدأ من 44 يورو، وفي هنا برضو ب46 يورو، وفي هنا برضو على حسب الماركة عاملة، يعني ماركة كويسة وغالية جدا، سعرها عامل 235 يورو. وهنا آلة العجين في برضو ماركات مختلفة، ديت أرخص واحدة أنا شفتها لحد دلوقتي، سعرها عامل 145 يورو، ونازلة من 299 يورو. وهنا برضو الرف اللي موجود فيه جميع انواع الخلاطات، ماركة فيليبس، سعره عامل 65 يورو. وفي برضو ماركات تانية مختلفة. عندكم هنا الخلاط ده سعره عامل 89 يورو، نازل من 155 يورو. البوتاجاز هنا بيبدأ من سعر 580 يورو، نازل من 1174 يورو. هنروح بقى للتلفزيونات. طبعا في هنا السوني 77 بوصة زي ما انتم شايفين كده، سعره عامل 3333 يورو، نازل من 4299 يورو. ما شاء الله الالوان بتاعته جميلة جدا. وفي هنا برضو سوني 65 بوصة، وسعره عامل 2189 يورو، ونازل من 2999 يورو. هنا ال جي ال 65 بوصة، سعره عامل 1049 يورو، نازل من 1599 يورو. وفي السامسونج ده 55 بوصة، سعره عامل 569 يورو، مش على عرض، بس ده سعره الحقيقي 55 بوصة كمان. نيجي بقى لللابتوبات. طبعا اللابتوب هنا هيكون عامل على حسب الامكانيات اللي انت عايزها. لما انت تعوز امكانيات اعلى هيكون السعر عالي، لما تعوز امكانيات اوطى هيكون السعر رخيص. ديت كل اجهزة الهواوي اللي دايما تبدع. اللابتوب دي 14، حجمه كويس جدا وصغير الصراحة وسهل التنقل، سعره عامل 671 يورو. لو انت حبيت حاجة متوسط حجمه كويس برضو، سعره عامل 689 يورو. الحجم الاكبر واللي هو الدي 16 ما شاء الله حجمه كبير جدا، سعره عامل 1192 يورو، ونازل من 1299 يورو. وهنا السامسونج جالاكسي بوك 3 سعره عامل 499 يورو، يعني قول 500 يورو. والاتش بي هنا حاجة على قد الجيب، سعره عامل 318 يورو. هو لابتوب عملي، مش ينفعش ينزل عليه العاب خالص لان امكانياته مش اللي هي يعني. نيجي بقى هنا عند البلاي ستيشن. عندكم البلاي ستيشن 4 هنا، سعره عامل 339 يورو. وعندكم البلاي ستيشن 5 زي ما انتم شايفين كده الجديد، سعره عامل 553 يورو، اغلى من التاني بكتير يعني. في هنا بقى سماعات الدي جي، لو انت بتحب تسمع بقى اغاني بصوت عالي ولا قرآن، فعندكم هنا السماعة بتبدأ من سعر 279 يورو، وعلى حسب الأنواع. دي كان حجمها كبير اللي انت شفتها في الأول. في أحجام تانية هنا، عندكم الحجم الصغير اللي بينور، سعرها هنا عامل 289 يورو. وفي برضو أغلى وأحجام أكبر، سعر ديت جي بي ال عامل 1499 يورو. وعندكم اللي ممكن تاخدها بقى تطلع بيها على الحديقة، تطلع بيها انت واصحابك أي مكان. السوني هنا سعرها عامل 340 يورو. وبكده عزيزي المشاهد يكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا مني، واشوفكم فيديو كمان جديد. وما تنسوش بقى اللايك بتاعكم الحلو ده. مع السلامه.